لو نفسك تعملي سابليه مقرمش وطعمه غني وشكله شيك ويطلع مظبوط كأنك جايباه من أفخم محلات الحلواني، يبقى الفيديو ده علشانك. النهاردة هنعمل مع بعض السابليه الفرنسي خطوة بخطوة بمقادير مظبوطة جدا من غير تعقيد ومن غير فشل، ناجح من أول مرة بإذن الله. أنا عبير، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. ويلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بس قبل ما أبدأ حابة أقول لكم نصيحة، علشان تاخدي نتيجة كويسة وتطلع معاكي النواعم مظبوطة جدا يبقى لازم تستخدمي الميزان، لأن لو اشتغلنا بالكوباية مش كل الكوبايات زي بعض، أكيد بتختلف. بسم الله. في البداية هنحضر السابليه السادة. هحتاج 375 جرام من الدقيق المنخول، دقيق كعك وبسكوت أو دقيق جميع الاستعمالات، ما يعادل 3 أكواب. وهحتاج 125 جرام من السكر البودر المنخول، و250 جرام زبدة طرية بحرارة الغرفة ما تكونش خارجة من التلاجة. ولو الزبدة بتاعتك جامدة شوية دخليها الميكرويف من 10 ل 15 ثانية ويدوب تبقى كريمية. ممكن تعملي بأي نوع زبدة، بس الأفضل طبعا زبدة نيوزيلندي لو متوفر. وإضافة مني بتخلي السابليه هش وبيدوب ذوبان. هضيف 25 جرام من الكاسترد أو النشا، جربوها على ضمانتي ما تقلقوش منها. وفي العجان هضيف المكونات الجافة ورشة صغيرة جدا من الملح، وممكن تضيفي فانيليا أو قصنص حليب على حسب رغبتك لو هتشتغلي بأي نوع زبدة تاني غير النيوزيلندي. هخلط المكونات مع بعض وبعدين هضيف الزبدة الطرية الكريمية وهشغل العجان على سرعة متوسطة. ولو مش متوفر عجان ممكن تعملي نفس الخطوات وتعجني بايديكي، مفيش اي مشكلة. ابتدى الدقيق يبقى عامل زي حبات الرمل المبلول وبجمعه وبضغط عليه بيتجمع معايا، بس مش ده اللي انا عايزاه. هشغل العجان واكمل تاني. النوع ده من السابليه مش بنضيف ليه بيض غير السابليه العادي، التكنيك بيختلف. شايفين العجينة لمت معايا وقوام العجينة اللهم بارك ناعمة ومش بتشقق وبتتقطم مش بتشد، يبقى هو ده قوام العجينة المناسب. كده العجينة جاهزة معايا. ودلوقتي هنحضر سابليه الشوكولاته. معايا 350 جرام من الدقيق كعك وبسكوت او جميع الاستعمالات المتوفر عندك، وهضيف عليه 125 جرام من السكر البودر و25 جرام من النشا و25 جرام من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى، هنخله علشان لو في اي تكتلات، ورشة صغيرة جدا من الملح. هخلط المكونات الجافة مع بعض، وفي العجان هضيف المكونات الجافة وعليهم 250 جرام من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة ما تكونش خارجة من التلاجة. وهبتدي اخلط المكونات مع بعض. انا بحب اعمل السابليه السادة لوحده والشوكولاتة لوحده، مش بحب اعجن كله وبعدين انقص من العجينة واضيف الكاكاو الخام. بحب اضيف مكونات كل نوع لوحده علشان تبقى المقادير مظبوطة ومرجعش اضيف زبدة. هعجن لغاية ما العجينة تلم وتبقى ناعمة بالقوام القمر اللي انتوا شايفينه ده. وكده السابليه الشوكولاتة والسابليه السادة جاهز معايا. هفتح كيس تلاجة وهغطيهم. عايزة اقول لكم اللهم بارك المقادير مظبوطة ومش هنضطر نضيف دقيق لما نشكلها. وده شكل القطاعات لو حابة تشكلي حجم كبير او صغير. انا بحب اعمل حجم صغير بيبقى شكله اشيك في التقديم وبيتاكل على قطمة او 2. هفرش مفرش سيليكون او بين كيسين تخزين مفتوحين، وهاخد جزء من العجينة وافرده بسمك متوسط لا رفيع ولا سميك، وشكليه باي قطاعات متوفرة عندك وهو ده السمك المناسب. هحطه في صاج ألومنيوم مش مدهون أي مادة دهنية، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص تشكيل العجينة. بعد ما رصيت الصاج زي ما انتوا شايفين هبتدي بأي تيب صغير أو أي حاجة شبهه وفرغه من النص. هعمل واحدة مفرغة وواحدة مقفولة من نفس الشكل علشان الاتنين ألزقهم على بعض واحنا بنزين. بعد ما شكلت أول صاج هدخله فرن ساخن مسبقا على الرف فوق الوسط على درجة حرارة 180 لو فرنك ضعيف وناره هادية جدا، ولو فرنك ما شاء الله قوي هتحطيه على الرف الوسط على درجة حرارة 170. وهتلف الصاج من وقت للتاني علشان ياخد تسوية ولون موحد. ولو أخد لون ذهبي من تحت ولسه أبيض من فوق هتطفي من تحت وتشغلي الشواية ثواني ياخد لون ذهبي من فوق. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل السابليه السادة وبسوي على طول. وهعمل جزء من العجينة في القوالب الميني. باخد قطعة صغيرة وزنها من 10 ل 15 جرام واحطها في القوالب وافردها زي ما انتوا شايفين، وبعدين هخرمه بشوكة علشان ما ينتفخش وما يعلاش من النص. ده شكله بعد ما خرج من الفرن واخد لون ذهبي وهش ومفرغ، ده دليل على نجاحه وما فرش في الفرن زي ما دخل زي ما خرج اللهم بارك. هبتدي اشكل سابليه الشوكولاتة بنفس الطريقة. بفرد العجينة بسمك متوسط مش رفيع ولا سميك، وبقطعه بالقطاعات بعد ما نضفتها مكان تشكيل السابليه السادة. وطبعا بنمسح الصاج وننضفه مكان تسوية السادة، وهنحطه في الصاج بعد ما يبرد، ما ينفعش نرصه في صاج ساخن.
وهكمل طريقة التشكيل زي ما عملت في الصبليه السادة بالظبط. ولو لسه مبتدئة في التسوية ومش هتعرفي تميزي لونه استوى ولا لأ، هتحطي في الصاج كام واحدة من الصبليه السادة. وعملت أشكال بالقطاعات الصغيرة جدا علشان نستخدمهم وقت التزيين بأمر الله. ده شكله بعد التسوية. بحط كل 2 على بعض من نفس الشكل. ونيجي بقى لمرحلة التزيين. معايا سبرينكل نجوم وقلوب، وده مش الورد المحمدي اللي الكيلو منه ب1000 جنيه ومعدي، ده زر ورد عادي من العطار قابل للأكل برضه زي الورد المحمدي. ومعايا سبرينكل صغير، وشوكولاتة بيضة، وشوكولاتة بالحليب، وشوكولاتة سادة. لكل 250 جرام ضفت عليهم 3 معالق كبيرة من الزيت ودوبتها على حمام مائي. وممكن تدخليها الميكروويف 30 ثانية وتزودي لغاية ما تدوب معاكي. وللحشوات هستخدم مربى فراولة ومشمش، وبديل كريمة اللوتس، ومربى حليب توفي، وبديل الكندر، وبديل النوتيلا سما. هبتدي أغلفه بالشوكولاتة. بعمل السابليه الميني بالشكل ده، وممكن تخليه سادة زي ما تحبي. والأشكال المقفولة ممكن أحشيها بالشوكولاتة من اللي بزين بيها، وممكن أحشيها بديل النوتيلا أو مربى، أو من باقي أنواع الحشوات التانية اللي معايا. وطبعا ممكن تستكفي بنوع أو 2 من الحشوات. اعملي بالمتاح عندك، أنا مجرد بديكي أفكار، والتزيين على حسب ذوقك وعلى حسب المتوفر عندك. ويا رب يكون عندكم الخير كله بإذن الله. وهعمل كام واحدة بالمربى، مش هكتر علشان المربى مع الوقت بتطري البسكوتة. هرش سكر بودر على القطعة المفرغة، واحط المربى على القطعة اللي تحت، واحط عليها القطعة المفرغة بنفس الشكل. وده شكلهم بعد ما زينتهم وحشيتهم بالمربى. شكلهم قمر أوي اللهم بارك. والصبليه الميني بحشيه بديل النوتيلا، وبزينه بكور شوكولاتة كريسبي، وبحشي بمربى الحليب، وبحط عين جمل أو أي مكسرات. ودي حشوة بديل اللوتس، بزينها ببسكوت بديل اللوتس مفروم. واعملي بالمتاح عندك. وده شكل الصبليه الميني بعد ما زينته وحشيته. شكله تحفة أوي اللهم بارك. هبتدي أغلف الصبليه المقفول، بحطه في الشوكولاتة، وبحط عليه وردات الصبليه الصغيرة قبل ما الشوكولاتة تجف. وكان عندي فستق جرشته شوية وهزين بيه. وممكن تغلفيه بالشوكولاتة البيضة وجوز الهند. بعد ما غلفته بالشوكولاتة حطيت شوكولاتة مذابة في كيس حلواني أو كيس تخزين، وافتحيه فتحة صغيرة جدا، وبعمل عليه خطوط بالشوكولاتة بنفس الطريقة. بتديني شكل حلو برضو جدا في التزيين. وفي النص احشي الحشوات اللي تحبيها على حسب رغبتك وعلى حسب المتاح عندك. ومعايا لون ضغط ذهبي، هزين الصبليه بالشكل ده. وزيني بطريقتك وابدعي، وخرجي الفنانة اللي جواكي. وهبتدي ازين صبليه الشوكولاتة بنفس الطريقة، وبحشيه بشوكولاتة بالحليب او بديل نوتيلا او بباقي الحشوات. وهعمل عليه خطوط بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، وهزينه بالورد والنجوم. وهكمل تزيين وهوريكم شكله النهائي. ممكن تحفظيهم في علب زي دي، وممكن تهادوا بيها كل حبايبكم، واكيد هينبهروا بيه ومش هيصدقوا انك عاملاه في البيت. وبل بالعكس، احلى وانضف واشيك من افخم محلات الحلويات. اتمنى تجربوه، متأكدة هيعجبكم جدا بإذن الله، وبالصحة والعافية مقدما يا رب إن شاء الله. هستنى رأيكم وكومنتاتكم اللي بتسعدني. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. أتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم، وأكون أفدتكم ولو بحاجة صغيرة. وفضلا ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير علشان يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.